إن صحبة العبد السالك للشيخ الواصل الموصل تعلمه أن في طيات كل نقمة نعمة، وأن مع كل قضاء لطف. تعلمه أن يدخل المباني فيخرج المعاني، فيصير ابتلاء الحريق في نار النمرود ليس نارا فحسب، بل امتحانا لصدق النية. ومصيبة ذبح سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام ليست سكينا تجرح فقط، بل تقبلا لحد الفقد. والهجرة ليست انتقالا، بل تحررا من التعلق بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فمن مشى على آثار الصالحين صادقا محتسبا مخلصا في كل زمان ومكان كان من أمة الصالحين المصلحين. أيها السادة والسيدات، إخواني في الله، أحبائي في الله، لقد ربنا شيخنا على التصوف الحق صدق وإخلاص وحسن خلق وثبات على المواقف، بعيدا عن القيل والقال والعجب والرياء، بل صبر على البلاء والابتلاء والأذى، نية لا تزعزعها المحن ولا تغيرها العوارض. فالمسلم الحقيقي هو من سلم المسلم من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن نتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، وأن العمل الجاد لا يناقض التوكل بل يتممه، وأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ينصر الحق، ينصر القيم والسلام والمحبة والوئام والأخلاق والثبات والنبات. رجال صادقين مخلصين ثبتوا على الحق ساعة العسرة رغم قلة الناصر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اسلك طريق الحق ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا يغرك كثرة الهالكين.